السلام عليكم، مرحبا بكم وصفة جديدة من وصفات شيوات منوعة مع بشرى. جبت لكم مملحات بواحد الحشوة اللي كتجي لذيذة بزاف بدون لحوم، بدون غير بالخضر فقط، كتجي بنكهة الحوت. كتجي طريقة اللي هي سهلة وبسيطة. بالنسبة للعجين اللي غادي نشارك معكم حتى هو سهل وبسيط. يمكن لكم هاد العجين تخرجوا منه الملح والحلو، ولكن انا خرجت منه كامل المملحات، طريقة اللي كتكون سهلة وبسيطة. نخليكم مع الفيديو طريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للخضر اللي غنستعمل، درت واحد الكمية ديال البصل، فلفلة خضراء، أي نوع ديال الفلفلة عندكم استعملوا، درت القرعة الخضراء، الجزر، كلهم البنات طحنتهم غير في الهاشوار، يمكن لكم تحكوهم بالحكاكة رقيقة. هنا ضفت واحد الكمية ديال الزيت. غادي نضيف توابل ديال السمك، ديروا ديك العطرية اللي عندكم في الدار جمعوها واستعملوها ديال السمك. وضفت هنايا توم بودر، وضفت واحد الكمية ديال الملحة. غادي نخلط هاد الخضر مزيان حتى تشحر، ونضيف عليها واحد شوية ديال الماء ونغطي عليها، ونخلي الخضرة طيب دغيا حتى طيب لأنها مطحونة فيها شوار. من بعد ما طابت الخضرة بدات كتشرب، ضفت هنايا واحد الكمية ديال الزيتون طحنته حتى هو بنفس الطريقة. وديجا انايا حطيت هاد الشعرية الصينية في الماء طيب حتى رطابت مزيان، وصفيتها وقطعتها بالمقص. وغادي نضيف معها واحد ملعقة صغيرة ديال صلصة الصوجا. غادي نخلط هذيك الشعرية مع الخضار واحد 2 دقايق بحال هكا حتى تشرب مزيان العطرية، وفي نفس الوقت تاخد نكهة ديال التوابل. هنا البنات كاختياري، إلا بغيتو ديروا شي حك ديال الطون كيبقى مجرد اختياري. انا كنبقى عندي هذاك فيه ديال المطيشه استعملته مباشرة. ومن بعد البوطه راني طفيتها وضفت هاد 3 شرائح ديال الجبن. يمكن لكم تستعملوا جبن المثلث اللي ما عندكمش هذا ديال الساندويتش، او تستعملوا الجبن المحكوك الاحمر. اي نوع ديال الاجبان عندكم يمكن لكم تستعملوها، لان الجبن كيعطيها واحد التعليكه، كتجي هاد الحشوة معلكة. صافي غنخلي هاد الحشوة على جنب تبرد، مباشرة غادي ندوز طريقة التحضير ديال العجين. بالنسبة للعجين انا عبرت غير بزلافة. استعملت هنا 2 زلايف ديال الدقيق، وضفت ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وغادي نضيف عليها كيس ديال السكر، عفوا كيس من خميرة الحلويات وشوية ديال الملحة. غادي نجمع البنات بالماء من الروبيني عادي. ضروري العجين تكون شوية مرخوفة ماشي بزاف، هذا هو القوام ديالها. غادي نديرها في واحد البول دهنته بالزيت، غندهنها حتى هي من الفوق بالزيت، وغادي نغطيها بواحد البلاستيكة، وغادي نخليها على جنب. مباشرة غادي نشارك معكم العجينة الأخرى. هاد العجينة غادي نديرو فيها الخميرة الأولى، درنا فيها غير كيس ديال خميرة الحلويات، هادي غنديرو فيها الخميرة الفورية ديال الخبز. هنا ضفت 3 زلايف ديال الدقيق، ودرت نصف زلافة ديال القمح الممتاز، يمكن لكم ديروا داك القمح الكامل غير هو حيدوا لي هذيك النخاله. غنضيف ملعقه كبيره ديال حليب بودر، وملعقه كبيره ديال السكر سنيده. وانا من قبل راني ضفت واحد نصف كاس ديال الماء دافي في ملعقه سكر سنيده وملعقه ديال الخميره الفوريه، وخلطتهم خليت الخميره حتى خمرت في الكاس. مباشرة هي ضفتها. ومن بعد غادي نضيف أقل من ملعقة صغيرة ديال الملحة وملعقة كبيرة ديال الزبدة، يمكن لكم بلاصة الزبدة تستعملوا 3 معالق كبار ديال الزيت نباتية. صافي هنا مباشرة غادي نجمع هاد العجين بالماء دافي. العجينة الأولى استعملتها غير من الماء من الروبيني، أما هادي استعملت ليها الماء دافي. كتكون القوام ديال العجين بحال هكا، كتكون مرخوفة. حاولت أني نعجنها لكم غير بإيديا بدون عجانة. درتها هنايا مدهون بالزيت، وغادي نغطيها ببلاستيك مباشرة غنخليها تخمر، ومباشرة غندوز العجينة الأولى. من بعد ما نوجد أنا هاد العجين ونوجد الحشوة وندخلها الفران، غتكون الآخرى العجينة خمرات. كيف ما كنعرفوا دابا الجو دافي، راه أي عجينة استعملنا لها خميرة راه دغيا تتخمر. هنا هاد العجين قطعتها ل4 أجزاء، درتهم 4 الكويرات بهاد الطريقة هادي. غادي نحطهم في بلاطو نغطيو بلاستيكة، ما نخليهم يرتاحوا ما والو. مباشرة غنهز أول كرة غادي نخدم بها. هنا عندي واحد شوية ديال الزبدة ذوبتها، درت معاها واحد شوية ديال الزيت خليتها على جنب تبرد. هنا الزلافة الأخرى فيها الزيت. غنهز الكرة الأولى غادي نورقها غير بالزيت،
واخا تقطع لكم هاد العجين فوق الطابلة ماشي مشكل، لأن غادي نحاولوا أننا نجمعوها على الطريقة ديال المسمنية. هنا من بعد ما ورقتها غادي نضيف الزبدة. هاد الزبدة كتعطيها واحد القرمشة ملي كطيب هاد العجين. من بعد ما دهنتها غادي نجمعها عادية، يعني الفيديو راه شارح نفسه. وغنديرها مربع وغادي نخليه على جنب، وغادي ندير الكرات الاخرين حتى هما نفس الطريقه. وفي الاخير غادي نهز عاوتاني اول وحده اللي خدمت بها هي اللي غنخدم بها. وقت اللي كنكملهم انا داك بربعه كنلقى ديك الاولانيه صافي ارتاحت. في حاله البنات اللي بديتو كتورقوها بالزيت وما بغاش تسرح لكم، دردروا واحد شويه ديال القمح الممتاز وورقوها بهذه الطريقه وغادي تجيكم طريقه سهله. هنا من بعد ما ورقتها درت هنايا الحشوه، غادي نحاول انني نجمعها بهذه الطريقه بحال شكل الطريقه ديال الحرابيل. غادي نديرها فواحد اللاطه، درت ليها انا ورق الزبده، يمكن لكم دهنوا اللاطه غير بالزيت. وغادي نكملهم بنفس الطريقه وغادي نحطهم هنا في اللاطه. في هذا الوقيته البنات راه الفران راني مشعله، خاص هاد المملحات يدخلوا الفران، والفران يكون على الاقل يكون بعدا دافي ما يكونش بارد. دهنتها هنا ببيضة كاملة مع واحد شوية ديال الخل عفوا. كنحاول انني نجرحها بهذه الطريقه، ملي تبغي طيب بحال هكا نبغي نقطعها كتجيني طريقه سهله مباشره. البنات من بعد ما دخلت اللاطه الفران دزت العجين لقيتها خمرات. غنحاول انني نرش لها شويه ديال الدقيق. العجينه كتكون خفيفه مرخوفه وكتخمر مزيان، كتجي بحال شكل الطريقه ديال كتجي بحال شكل الشهده ملي كتخمر. صافي هنا غنحاول انني نخرج من الهواء وغادي نقطعها كويرات ونغطيها بلاستيكه. وغنمشي عاوتاني الاولى دوك الاولانيين اللي خدمت بهم كنلقاهم ارتاحوا. غادي نورقهم انا هنا بالمدلك وبشويه ديال الدقيق. غنحاول انني نديرهم بشكل طريقه ديال مستطيل، لانني هاد الجزء الاول غادي نستعمله بحال شكل طريقه ديال ميني باكيت. هنا البنات في حاله البنات ما قادتكمش الحشوه، راه درت فيها انا 2 معالق ديال السكر سنيده، وحده درتها مع الخميره وحده درتها مع الدقيق. يعني هاد العجين اللي عطيتكم انايا يمكن لكم تخرجوا منه المالح والحلو. الا ما جاتكمش الحشوه هي هذيك يمكن لكم ديروهم كويرات وديروا فيهم الحلاوه ديك الساعه على حساب الاختيار ديالكم. هنايا درتهم بحال شكل ميني باغيت بهذه الطريقه هذه. وحاولت انني نجمع ديك الجوانب هما الاولين هانتوما بهذه الطريقه. عاده كنقرصها باش ملي كنبغي نحطهم في اللاطه كيجيو مقادين، دوك الرؤوس ديال الميني باغيت كيجيو مقادين. صافي غادي نكملهم كاملين وغادي نديرهم في اللاطه وغادي ندهنهم حتى هما بنفس البيضه. وكتزيين درت لهم انا الزيتون، دوائر ديال الزيتون بهذه الطريقه هذه، وغادي نشرحهم غير واحد شويه يعني كمجرد تزيين. وفي الاخير غندخلهم الفران حتى هما ملي يتحمروا من التحت عاد نحمرهم من الفوق. الشكل الاخراني درتهم انا على شكل طريقه بحال هكا. وحاولت انني نورق من الجوانب وغادي نجمعها بحال شكل الكريسات بحال هادو. يمكن لكم ديروا فيهم الحلاوه، ديروا فيهم مثلا شوكولاط مربع، ديروا فيهم كريم باتيسيير او الشوكولاط اللي دهن. المهم الحلاوه كتبقى اللي متوفر عندكم في حاله لما قدتكمش الحشوه. بالنسبه لي انا الحشوه اللي درت قدتني جاتني هي هذه على حساب العجين. وحتى هاد العجين البنات خلوه معتمد عندكم، خرجوا منه المالح والحلو. صافي كملتهم ودهنتهم حتى هما بنفس البيضه وثقبتهم بهذه الطريقه هذه. وغنديروا عليهم شويه ديال الجبن من الفوق وندخلهم الفران يتحمروا من التحت ومن الفوق. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي. هادو هما اللي شاركت معكم في الاول بحال شكل الطريقه ديال الحرابيل كيفاش كيجوا بالحشوه، كيجوا عامرين. وضروري البنات هاد المملحات يكونوا عامرين بالحشوه باش كيزيدوا يعطوه البنه كيجوا لذاذ حتى في المذاق ديالهم. وهادو ديال الخميره كيجوا رطبين قطنيين هشيشين. نتمنى تجربوهم ان شاء الله غادي ينالوا الاعجاب ديالكم وما كيهزوش الوقت كثير وخرجتهم بحال هكا راه دغيا كيوجدوا. وتنقول لكم مره اخرى شكرا على المشاهده، ولا كنتي اختي ما مشتركاش اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي جميع الوصفات اللي غيكونوا ان شاء الله ساهلين وبساط كيف العاده. وما تنسونيش باللايك وتبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. وتنشكركم مره اخرى وتنقول لكم الى اللقاء، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.